من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة بقدم صالح جمعة. وادي مسعد عوض، هذا هو مسعد عوض حارس المرمى. مسعد عوض حارس مرمى منتخب مصر للشباب، حامل عرين شباب فرق في هذه البطولة بكل تأكيد. هذه اللمسة وهذه الإعادة مرة ثانية، وعرضية جميلة جدا اتلعبت، ولكن ارتقاء ولمسة والتحام من أحمد سمير. ضربة جزاء لمنتخب غانا للشباب بقدم مين؟ بقدم اللاعب أركو رفور رقم 2 على طول. أركو رفور، هدف التعادل لمنتخب غانا من ضربة جزاء في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول. 1-1 تقدم شباب مصر بقدم صالح جمعة في الدقيقة الرابعة، وتعادل لمنتخب غانا للشباب أركي رفول في الدقيقة 7 من ضربة جزاء. 1-1 في هذه المباراة، 1-1 في هذا اللقاء الكبير، 1-1 في هذا اللقاء الساخن جدا والملتهب جدا جدا هنا في وهران هنا في الجزائر. هذه الإعادة، هذه المهارة حطها جميلة، سواء طبعا صالح جمعة أو اللاعب أركي رفول، الاثنين حطوا الهدفين بمهارة عالية.